إمام عاشور يعلن عن مفاجأة في موقفه، وذلك من الموافقة على تجديد عقده مع الأهلي قبل رحيله مع المنتخب لأمريكا لكأس العالم، ويكشف عن هل من الوارد أن ينتقل للنادي السماوي عن طريق كوبري. أكد مصدر مقرب من إمام عاشور على أن اللاعب يتمنى تجديد وتعديل عقده مع النادي الأهلي قبل سفره مع المنتخب لكأس العالم عشان يروح المونديال وهو مبسوط وسعيد ومرضي ومرتاح نفسيا. وإمام عاشور لن يطلب طلبات مبالغ فيها أو طلبات تعجيزية، هيطلب طلبات عادية جدا وفقا لمستواه وإمكانياته وما يقدمه مع النادي الأهلي. مسألة بقى رحيله عن النادي الأهلي دي هتكون مرتبطة بالعروض التي يتلقاها بعد المونديال. يعني مثلا لو إمام تلقى عرض خرافي بعد كأس العالم بقيمة مالية مثلا 7-8 مليون دولار، بالتأكيد الأهلي من الصعب إنه يرفض. فزي ما بيقولوا كده لكل حادث حديث، وإمام عاشور لحد دلوقتي رغبته هي التجديد مع النادي الأهلي وانتظار لما سيحدث بعد المونديال. مسألة بقى إنه يلعب في النادي السماوي، الكلام ده صعب جدا، لأن إمام عاشور مش عاوز يخسر جماهير الأهلي بعد ما خسر جماهير الزمالك. يعني إمام دلوقتي متعلق بجماهير الأهلي بعد خسارته لجمهور الزمالك، لو راح النادي السماوي يبقى كده بيخسر جمهور الأهلي والزمالك، وهو مش عاوز كده.